السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كرام العيد في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان كولر يضم البنك الأهلي إلى ثلاثياته. الضحية ال 14 لمارسيل كولر. الأهلي قدر يكسب النهاردة البنك الأهلي بالنتيجة المفضلة لمارسيل كولر 3-0. المباراة طبعا كانت هامة لأنها في طريق الأهلي لإعادة لقب الدوري المسروق منه في الموسمين اللي فاتوا. كولر زي ما بنقول اكتر من مره وقلتها في اكتر من فيديو قبل كده، قدر يحبط كل المؤامرات اللي كان بتعملها اتحاد الكوره ولجنه الحكام، سواء باجهاد الاهلي لانه بدا يعمل روتيشن، فالموضوع مبقاش ينفع، سواء بالتحكيم وبالفار اللي احقاقا الحق كان سبب برضو من ضمن الحاجات اللي يعني اللي ساهموا في الدوري السنه دي، هو وجود مارك لاتنبرج في اول الموسم اللي كان التحكيم كان نقل الاهلي، نقل التحكيم بشكل كبير جدا في مصر في الفتره اللي فاتت، لانه كان لاول مره بعد مده بنشوف تحكيم كان عادل لحد ما او لحد كبير، يعني مع في وجود مارك لاتنبرج اللي ما قدروش يصبروا عليه كام شهر يعني وطفشوه، جابوا بريرا اللي بنقول ان هو واحد على قد الايد يعني. المباراة زي ما قلنا كانت هامة جدا، والفوز هام جدا في طريق الأهلي للبطولة. استمر كولر برضه في التدوير، فالنهارده لقينا استبعد حسين الشحات. المباراة الأهلي بدأها بالشناوي في رأس المرمى، قدامه الرباعي محمد هاني وياسر إبراهيم وعبد المنعم ومعلول. في النص كان مروان عطية وأليو ديانج ومجدي قفشة، وفي الهجوم كان الثلاثي تاو شريف ومحمد أحمد عبد القادر. طبعا بابا فاسيليو كعادته ان هو مدرب من المدربين اللي بيحبوا الهجوم، ويمكن البنك الاهلي في الفتره الاخيره طور اداؤه بشكل كبير جدا مع بابا فاسيليو، ولما بيهاجم بشكل كبير. بدا برضه المباراه بضغط، لكن الاهلي قدر في الدقيقه 19 بهدف عن طريق مع علي معلول من ركله حره يحرز الهدف الاول. بعدها في الدقيقه 30 يعني بعد 10 دقيقه عبد القادر احرز هدف رائع، يعتبر من افضل اهداف الدوري. استلام من معلول ولف ولعب ركنها بشكل رائع في الجون. واخيرا طبعا في الوقت الضايع كهربا احرز الثلاثيه، ويعني مش عايز اقول ان انا كنت طول الماتش قاعد وانا متاكد ان هيجيب الجون الثالث، ان الاهلي هيكسب ثلاثه، لان هو كولر بيحب الرقم ده يعني. مباراة طبعا شهدت تغييرات في الأهلي، 5 تغييرات كالعادة. نزل يعني كالعادة عامل 5 تغييرات يعني. نزل محمد الضاوي، ونزل قندوسي، ونزل طاهر محمد طاهر، ونزل محمد فخري، ونزل كهربا. وبدل طبعا 5 نزلوا، وطلع شريف، وطلع عبد القادر، وطلع مروان حمدي، ومحمد مجدي قفشه، وبيرستاو. الخمسه اللي خرجوا. المباراه زي ما قلنا الاهلي كان اهم فيها ال3 نقط. طبعا الاهلي بيرجع تاني للصداره اللي كان بيراميدز خدها بعد ما كسب 5 سموحه، بعد ما كان مغلوب 2-0 سموحه، وقدر يكسب 5 بعد كده 5-2. الاهلي برضه قدر يرجع كاقوى هجوم بعد ما كان فارق 3 اهداف عن بيراميدز. بيراميدز طبعا ب5 فرق جونين في الاهلي، النهارده الاهلي جاب 3، بقى الاهلي اكثر تهديفا ب 51 هدف. الاقل تسجيل اهداف في مرمى ب7 اهداف، فكل الارقام الحمد لله المميزه مع الاهلي حاليا. باقي طبعا الاهلي طبعا اول دوري ب 26 مباراه مقابل 31 مباراه اقرب منافسين اللي هو بيراميدز. المباراه طبعا بالفوز ده رسميا بقى فعليا وكل حاجه، الاهلي وبيراميدز اصبحوا هم اللي موجودين في دوري الابطال، وفيوتشر والزمالك بقى في الكونفدريشن. حسب بقى يعني الاهلي كده محتاج، كل اللي محتاجه 3 مباريات القادمه يكسبها، اللي هي فيوتشر والاسماعيلي والاتحاد بالترتيب. لو كسب ال3 ماتشات دول يضمن الفوز بالدوري. زي والبيراميدز هيبقى تاني. الناحيه التانيه برضو فيوتشر فرق نقطه عن الزمالك، يقدر يحافظ بقى الفتره اللي فاتت، الفتره الجايه ال3 مباريات يكسبهم، او يقدر يفرق نقطه ده عن الزمالك، او حتى لو الزمالك عداه وبقى الثالث، فكده كده هما الاثنين في الثالث والرابع.
طبعا ده بالنسبه للمباراه النهارده. في الناحيه الثانيه طبعا يمكن من يومين كان الزمالك بيلاعب غزل المحله، وكالعاده المجاملات التحكيميه اللي مش عارف ليه، يعني الزمالك كده كده ضمن المركز الرابع. هدف الاول كره ما كانش فيها حاجه، يعني هو حصل سقوط لبازوكا، وبازوكا ما مسكش الكره برجله، ما عملش اي حاجه، لكن كان حد مسك الكره فهو لاعب الزمالك، كان زيزو على ما اعتقد هو اللي ماسك الكره بالرجلين. فلو فاول هتبقى فاول على الزمالك، الكره ما فيهاش حاجه، ودي اكتر من خبير تحكيمي قالها. حسبها الحكم ضربه حره غير مباشره. ضربه حره غير مباشره. يمكن قانون الكوره اتغير في الجزء ده اكتر من مره. بدايه كان لازم الكوره بتتحرك محيطها، بعد كده قال لك لا، مجرد لمسه. حاليا بيقولوا ان هو بس بتتحرك، مش لازم محيطها بس تتحرك الكوره، وده ما حصلش. فتوح حط رجله على الكوره، الكوره ما اتحركتش، فاذا ضربه حره مباشره غير صحيحه. الغريب كان ان الحكم ما حسبش اي حاجه، لا احتسب ضربه حره مباشره ولا حسب حاجه. والاغرب كان تدخل الفار، لان الفار ملوش انه يتدخل في الحاجه دي، وحتى لو اتدخل لازم كان يستدعي الحكم انه تعالى بص شوف الكره اتحركت ولا لا، ودي خطا ايضا في تطبيق القانون. الاعجب بقى مش كده، يعني هو المباراه كده كده المباراه زي ما قلنا ما كانتش فارقه بالنسبه للزمالك، يعني الزمالك كده كده ضامن دخول الكونفدريشن، وصعب جدا انه كان ياخد انه كان يوصل لابطال الدوري. محتاج معجزه، والمعجزه دي خلاص انتهت، يعني مبقاش حتى المعجزه تنفع. الغريب بقى ان هو موقف المحله، غزل المحله، اللي ما فيش ما شفناش اي احتجاج، ولا الموضوع عدى عليه يومين محدش قال حاجه، رغم ان احنا لو نفتكر الموسم اللي فات والمحله كان في منتصف الدوري، ما كانش مهدد بالهبوط، بعكس النهارده هو فعلا في اول مراكز الهبوط، وهو الفريق الهابط رسميا، او اول فريق الهبط اللي هو في مركز 16. ومع ذلك الزمالك ما احتجش. السنه اللي فاتت تفتكر ما كانش فيه، يعني زي ما بنقول كان في منتصف الجدول، لكنه علي العباسي في الوقت ده، اللي هو كان يمكن انا فيديو لما اتكلمت في قلت العباسيه، يعني فيديو كنت قلته السنه اللي فاتت على نفس القصه دي، طلب اعاده المباراه. ليه؟ ما حدش يعرف، يعني قال لك الكره فاول على السوليه، فالمفروض تعادل المباراه، يعني هي الكره طبعا لو نفتكر شوبير جابها فيديو بصوره عكسيه. السوليه فعلا ما لمس اللعيبه ونط وقف كره، ما لمسش، مفيش اي لمس اللاعب المحله، وجت منها جون زياد طارق اللي الشريف حطها جون، لو نفتكر الماتش دوت. بعدها طلع على العباسي وطلب اعاده المباراه في كوره هي زي ما قلنا ما فيهاش اي حاجه، وحتى لو كانت فاول ما فيش فاول يلغي المباراه، مفيش خطا في تطبيق القانون. النهارده المحله بينزل درجه ثانيه، واول فرقه مؤديه بالهبوط، ما شفناش اسامه خليل رئيس الشركه النهارده بيحتج على خطا في تطبيق القانون. لكن هي دي المحله للاسف، يعني انا شخصيا، يعني على المستوى الشخصي انا مناسب للغربيه يعني، لكن المحله وطنطا فرقه ما بحبهاش تكون موجوده، لانها للاسف المحله يمكن من وقت وجود السياجي كمدير فني، والاجيال بقى اللي طلعت بقى بعد كده، حسام عبد الغني والزفتاوي، بلعوطي، آه، الشورى، الخشاب، شريف الخشاب، واخرهم طبعا زي ما شفنا اسامه نبيه لما كان موجود في الزمالك، وكان بيقول ان انا قلت لابراهيم شيلها من قدامي يا ابراهيم، هو بيلعب في او المحله. ونفس الكلام ناصر فاروق قال لك لما انا حسام حسن كان بيجيب فيا الجون كنت عايز احضنه، انا كنت ببص لما بيجيب فيا جوان. فالمحله للاسف من الفرق انا بقول ما بحبهاش وهي بتلعب مع الزمالك. وبرده طنطا، باعتبار ان طنطا في برضو مبارياتهم مع الزمالك ما بتبقاش كويسه يعني. فده يعني انا بقول على فرقه ان الغريبه ان هو السنه اللي فاتت ماله الدنيا صياح، قال عباس طلع وقال لك قعدت المباراه، والنهارده الفرقه هتنزل درجه ثانيه ومحدش اتكلم ولا محدش احتج ولا اي حاجه، وهم مبسوطين، ولو نزلوا درجه ثانيه هيبقوا سعداء جدا برضو ان هم نزلوا فدا الزمالك يعني. اعتقد ده اهم مكان في الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.